عارف الحبل القوي اللي بيتربط بيه اي حاجه؟ طب يا سيدي، عارف كيس الخيش؟ طب البلاستيك وشرايح الكمبيوتر؟ لاول مره هتفتكر ان مالهمش علاقه ببعض، بس السر اللي كتير ما يعرفوش ان وراهم نبات واحد بس، والاهم في مصر والدول بتتخانق عليه، نبات التيل اللي كله مفاجآت وفضله كبير جدا على مصر. تعالوا نشوف ايه الحكايه. نبات التيل ده نبات اللي يمكن كتير مننا ما ياخدش باله منه، ولكنه واحد من اهم النباتات المستخدمه في صناعات مهمه جدا. تقدر تقول عليه النبات البريمو، تعتمد عليه في الصناعات البسيطه لغايه الصناعات العالميه اللي قيمتها مليارات الدولارات. طب ازاي النبات ده بيتزرع وفين؟ بص يا سيدي، حسب تقرير موقع الوطن التيل بيتزرع في فصل الصيف، والتربه لازم ما تكونش ناشفه قوي او طينيه. هو بيحتاج لجو دافي، ولو في مطر يكون خفيف عشان هو بيحتاج ميه بس مش كتير. بعد ما تحط البذره في التربه باسابيع بتلاقيها بدات نبات طويل بيوصل طوله ل4 متر، بيكون زي الخيزران كده. والفلاحين عندهم علامات معينه كده، اول ما يشوفوها بيعرفوا ان النبات جاهز للحصاد. ورقه بيصفر والساق بتكون ناشف شويه بس لسه طري. الفلاحين بيقطعوا السيقان الطويله القويه وبيجمعوها في حزمه كبيره كده، وبعدين يسيبوها فتره في الشمس من 2 ل3 عشان تنشف شويه. الخطوه دي مهمه جدا عشان بتحدد كميه الالياف اللي هتطلع بعدين من النبات. طب ازاي بيستخرجوا الالياف دي من النبات؟ اقول لك. الالياف يا عزيزي بتكون مستخبيه في الساق من جوه، بس مربوطه مع بعض بماده صمغيه. الفلاحين وعشان يطلعوها من الصمغ لازم يحطوها في ميه راكده زي الترعه كده، ويسيبوها في الميه دي من 10 ل 15 يوم. الفتره دي بتخلي الكائنات اللي موجوده في الميه دي تاكل الماده الصمغيه وتفك الالياف من بعضها. بعد كده الفلاحين بيبداوا يشدوا الالياف الطويله بايديهم، وممكن يستخدموا آلات مخصصه لكده. وبعد ما يطلعوا الالياف دي لازم يغسلوها كويس بالميه ويسيبوها تنشف تاني في الشمس، ولما تنشف خالص بتكون جاهزه انها تتباع للمصانع. المصانع بتاخد الالياف دي وتمشطها وتحولها لخيوط قويه، وبعد كده بيغزلوها على مناول كبيره وضخمه علشان يعملوا الحبال والخيش والقماش. مش بس كده، دول بيستخدموه في صناعات حديثه جدا زي شرائح الكمبيوتر واجهزه من اجهزه الموبايل، وده علشان التيل موصل جيد للكهرباء، ده غير انه اصلا خفيف الوزن. رحله نبات التيل مش سهله عاديه خالص، دي وراها تعب وكفاح بدايه من الفلاح اللي زرع وبيحصد واللي بيطلع الالياف واللي بيحولها لكاس وقماش. يعني تقدر تقول كده ان التيل مش مجرد نبات، ده الذهب الاخضر يعني زي ما بيقولوا كده. وحسب موقع الوطن نبات التيل بيتزرع في محافظات الوجه البحري والقبلي، بس هتلاقيه اكتر في كفر الشيخ. وهتستغرب اكتر لما تعرف ان محمد علي باشا امر زمان بزراعه التيل في الصعيد عشان يصنعوا الحبال المستخدمه في سفن الاسطول البحري. مش بس كده، ده امر بانشاء مصنع في القاهره لاستخراج الحبال منه باحدث الطرق، يعني نبات التيل. ولكن بدا الاهتمام يقل بزراعه التيل بعد انتشار زراعه القطن بشويه. بعد كده لما تمسك حبل او كيس خيش افتكر ان ده مش حاجه عاديه، دي مجهود وتعب بالشهور. قول لنا انت بقى، سمعت عن حد بيزرعه حتى لو زمان ولا لا؟